السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم كيكة شوكولاتة بسيطة وخفيفة من غير لبن، وفي نفس الوقت هتطلع النتيجة بتاعتها ممتازة جدا وهشة. بدل اللبن هنحط مية فترة. ممكن تستغربوا بس جربوها، هتلاقوها جميلة جدا وهتطلع طرية فوق الوصف. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة. هنبدأ بقى نعرض المقادير، بس بعد ما اوريكم شكلها ايه. انا هنا زينتها بشوية جوز الهند وشوكولاتة بيضة مبشورة، حاجة تكسر لون الشوكولاتة. يلا بقى نبدأ المقادير. معانا 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية ونص سكر. هنحطهم في الخلاط ونضربهم لحد ما يبقى القوام بتاعهم زي المايونيز بالظبط. يعني هياخد الموضوع ده معاكم في الخلاط في حدود 5 دقايق بالظبط. بعد ما نضرب، وطبعا هنحط معاهم الفانيليا. اهي معلقة فانيليا هنضيفها، ونستمر في الخفق لحد ما يخلصوا ال5 دقايق او القوام نلاقيه زي المايونيز. بعد كده خلاص القوام اهو ناعم خالص. هنجيب 3/4 كوباية زيت ذرة، وهنضيف عليهم كوباية مية فترة. يعني انا هنا كنت يعني مسخنة المية في البويلر، ومزوداها شوية مية بسيطة كده، مية فترة خالص. ونضربهم تاني ضربة كويسة. وهنكون محضرين في طبق بقى كوباية ونص دقيق، عليهم نص كوباية كاكاو خام، و3 معالق صغيرين بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر. هنحط الدقيق على الخليط، وهنضربه. ونكون بقى محضرين صينية مدهونة فرشة زيت او سمنة اللي يعجبكم، فرشة زيت او سمنة، ومتبطنة بشوية من الدقيق اللي عليه الكاكاو ده، ونحط فيها الخليط. هنحطها بقى نملى بالظبط نصها بالكتير، مش اكتر من كده، لان هي ما شاء الله بتزيد قوي. هنا الصينية جت صغيرة، هحط بقية الخليط ده في صينية تانية وادخلها على فرن يكون سخن مسبقا لمدة 20 دقيقة. يلا بقى نعمل التزيين هنعمله ازاي. 4 كوبايات لبن، هنحط عليهم كوباية سكر، وهنحط عليهم مع 2 معلقة كبيرة نشا، ونص كوباية كاكاو خام، و3 معالق كبار دقيق. تاني هقول 4 كوبايات لبن دول هيعملوا كيلو بالظبط. هنحط عليهم كوباية سكر، 3 معالق كبار دقيق، معلقتين كبار نشا، ونص كوباية كاكاو خام. هنقلبهم كويس جدا، وهنطلع بيهم على النار، ونستمر كده بالمضرب السلك عشان ما يلسعوش. هنفضل كده اهو لحد ما القوام يبقى غليظ شوية كده ويغلي على النار. نستمر كده في التقليب عشان ما يبقاش فيه اي كلكعة ولا اي حاجة. خلاص القوام تخن اهو.
نستنى بقى لحد ما يعمل فقاقيع كده. مجرد ما عمل الفقاقيع دي يبقى خلاص الخليط ده استوى، ونقفل النار ساعتها. خلاص اهو عمل الفقاقيع، نقفل بقى النار. انا كده قفلت النار، واجيب معلقتين كبار زبدة وشوية فانيليا، شوية فانيليا. عندك مكعبين او 3 4 مكعبات شوكولاتة خام حطي، ما عندكيش اكتفي بدي. مش هتبقى وحشة، هتبقى حلوة برضو. بس انا حطيت لها 4 قوالب صغيرين كده، قلت يعلوا التست شوية، وفعلا ادوها طعم، ادوا الصوص ده طعم رائع. بعد كده بقى هنسيبها لما تبرد تماما، وبعدين في كيس حلواني بقى تحطيها، ونزين بيها الوش بس كده مش اكتر. اهو هنحط الشوكولاتة اهي. طبعا درجة حرارة الصوص هيدوب الشوكولاتة وهيدوب السمنة وهيدوب الزبدة يعني. اهي طلعتها اهي من الفرن. دي الصغيرة الحبة اللي فضلوا، عملوا صينية كويسة. وبكيس الحلواني بقى كده، هو بس يعني رايح جاي بس كده، نغطي الوش. وبعد كده بقى انا يعني عشان نكسر اللون بقى الشوكولاتة ده، جبت شوية جوز الهند، بشرت قطعة شوكولاتة بيضة. براحتك، عايزة تسيبيها كده مفيش مشكلة، مفيهاش اي مشكلة، طعمها تحفة وفي منتهى الجمال كده. اهي بعد ما خلصت حطيت الشوكولاتة والجوز الهند، وبألف هنا. طالعة طعمها في منتهى الجمال، وريحة الشوكولاتة فيها ما شاء الله حلوة جدا. الكاكاو الخام الاسباني ده جربوه يا جماعة، رائع. ما تجيبوش الاكياس، هاتوا اللي هو بالكيلو. طالعة هشة جدا جدا، ويا ريت تجربوها، يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا. وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب.